من 6 أفراد يعيلها أب يعاني من عدة أمراض مزمنة، وبالإضافة إلى ذلك أنه معاق. التقرير لعلي رحب. قد تصلح هذه المشاهد لتصوير فيلم يروي أحداثا في عصور غابرة، لكنها لن تصلح لأن تكون زريبة حيوانات اليوم. لكن الواقع هي مأوى عائلة تتكون من 6 أفراد يعيلها أب أنهكته أمراض السكر وضغط الدم، إضافة لإصابته بإعاقة حركية. يحدث هذا ببلدية الفيض ولاية بسكرة. الحاج عاشوري يعيش على صداقات المحسنين ويتخذ من هياكل سيارات قديمة كملجأ له كلما أمطرت السماء، خشية أن تسقط عليه جدران البيت إن جاز أن نسميه بذلك. العقل بعد تكون أنا ولادي جوني قالوا لي ذوق العقد. العائلة تعيش مع العقارب والزواحف السامة وتناثر الأتربة من الجدران والأسقف، كما أن المسكن عبارة عن غرف لا يفصلها عن الخارج شيء. نشرتها بحنوس العقرب كل شيء كان والو. هذاك شوف فيه هاني شوف لي حالتي وحتى العدو هذا تبع العدو. الحاج عاشوري يذرف الدم بدل الدموع لما يعانيه مع عائلته دون أن تلتفت إليه السلطات على مختلف اختصاصاتها لحالته حتى من جانب إنساني. فالعائلة تطلب مأوى يأويها ويحفظ كرامتها، لكن ذلك لم يحدث. لنطرح السؤال من جديد: أين توجه مختلف البرامج السكنية؟ تعد مدينة صور الغزلان بولاية البويرة من أعرق المدن الجزائرية، ولعل